يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مهم. ايه هو بقى الموضوع المهم بتاعنا النهارده؟ اتمنى ان انت تتابع الفيديو من بدايته لنهايته، اوعى تجري الفيديو لانك هتسمع كلام كتير مهم، ممكن كلمه فيهم تفوتك. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، تدينا لايك الحلو، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. الموضوع بتاعنا عن ايه؟ تعالوا اقول لكم الموضوع بتاعنا عن ايه. يلا بينا. الموضوع بتاعنا عن ايه؟ الموضوع بتاعنا عن بعض الكلمات الايطاليه اللي تهمك لو انت هتشتغل في مجال المعمار. يعني ايه؟ يعني لو انت هتشتغل في مجال المعمار في ايطاليا، في كلمات كتيره جدا هتسمعها بشكل متكرر وبشكل يومي، وطبعا مش هتكون عارف معناها ايه. فتعالى بقى اقول لك ايه هي الكلمات المهمه دي، عشان لو انت هتشتغل في مجال المعمار في ايطاليا، زي مثلا الكهربائي، النقاش، الكلام ده كله، فلازم تكون عارف الكلمات دي. هي بقى الكلمات دي، تعالى اقول لكم ايه هي الكلمات دي. اول شخص معانا النهارده وهو الدهان او الراجل بتاع البوه، يعني الراجل اللي بيجي لك الشقه عشان خاطر يدهن الشقه بتاعتك. اسمه ايه بقى بالايطالي؟ اسمه ام بيانكينو. ام بيانكينو. طيب البوهيه بقى اسمها ايه؟ يعني البوهيه او الدهان اللي انت بتدهن بيه الشقه ده بقى اسمه ايه؟ اسمه فيرنيتش. وتاني هنا معانا النهارده وهو عامل البناء او الفواعلي في مصر، اللي هو الشخص اللي بيجي يكسر في الشقه وكده عشان خاطر الصناعيه تشتغل. فده اسمه في مصر بنقول عليه فواعلي، وباللغه العربيه اسمه عامل بناء. الشخص اللي هو بيجي يكسر وبيشيل الزلط والرمل على كتافه وبيطلع بيهم وكده. ده بقى اسمه ايه بالايطالي؟ اسمه موراتوري. يعني المهندس هنا بشكل عام اسمه ايه؟ اسمه انجينير. المهندس المعماري او مهندس البناء اسمه اركيتكتو. وطبعا الاركيتكتو ده لو انت شغال في اي صنعه في المعمار هتسمع اسمه بشكل مبالغ فيه. السباك هنا اسمه ايه؟ السباك هنا اسمه هيدراوليكو. المهنه اللي معانا دلوقتي كمان وهو الكهربائي. الكهربائي اسمه ايه باللغه الايطاليه؟ الكتريتشيستا. طبعا برضو هسيب لكم اسم كهربائي فوق. سيراميك. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه السيراميك؟ احنا دايما في الدول العربيه او في مصر بنقول على السيراميك سيراميك. معناه ايه بقى بالايطالي؟ معناه تشيراميكا. كلمه كمان معانا وهي الخشب. يعني ايه خشب؟ خشب يعني لينيو. يعني ايه خشب؟ يعني لينيو. ازاز يعني ايه؟ يعني فيترو. ازاز يعني فيترو. طيب ويعني ايه بقى كلمه رخام؟ الرخام ده يعني ايه؟ يعني مرمو. يعني ايه كلمه ارضيه؟ الارضيه يعني بافيمنتو. ارضيه يعني بافيمنتو. طيب وشقه يعني ايه؟ يعني ايه كلمه شقه؟ شقه يعني ابارتامنتو. يعني ايه كلمه شقه؟ يعني ابارتامنتو. دلوقتي بقى نقول لك عليه على موقع البناء. يعني ايه موقع بناء؟ موقع البناء ده في العاده اللي هو بيكون يا اما المكان اللي بيبنوا فيه، يا اما مثلا بتكون شقه صاحبها عايز يجددها فجايب شركه معمار تكسر الشقه وتخليها على الطوب الاحمر ويرجعوا يجددوها ويظبطوها من اول وجديد. المكان بقى اللي انت بتبقى شغال فيه او الشقه اللي انت بتبقى شغال فيها او موقع البناء ده من الاخر اسمه ايه؟ اسمه كانتيري. يعني ايه موقع بناء؟ يعني كانتيري. يعني ايه بقى كلمه حيطه او حائط؟ حائط يعني مور. طيب شباك يعني ايه؟ يعني ايه كلمه شباك؟ شباك يعني فينيسترا. الباب بقى يعني ايه؟ الباب يعني بورتا. باب يعني بورتا. طيب شركه المعمار يعني ايه؟ لو انت مثلا قاعد مع واحد صاحبك وقال لك انا شغال في شركه معمار وهكلم صاحب الشغل انه وافق انك تيجي تشتغل معانا، فشركة المعمار دي بقى يعني ايه؟ يعني امبريزا ايديلا. امبريزا ايديلا. وطبعا هسيب لكم الاسم بتاعها فوقنا عشان ما نتلخبطش. طيب يعني ايه كلمة ماسورة؟ ماسورة يعني توبو. ماسورة يعني توبو. طيب الصرف. الصرف اسمه ايه؟ لما مثلا تبقى انت مثلا شغال موراتوري عند حد ويجيب العربيه طبعا النص نقل بتاعته اللي هو الكاميون، ويقول لك نزل مثلا الرمله، نزل الطوب ده، نزل الحاجات دي كلها وطلعها فوق في الكانتيري. فان انت بتنزل الحاجه اسمها اسكاريكو. اسكاريكو يعني انت بتنزل الحاجه او الصرف. برضو بتتقال عند شغلانه السباك لما بيجي مثلا يشتغل في الصرف اللي هي مواسير الصرف الصحي اسمها اسكاريكو. قلنا دلوقتي الماسوره يعني توبو والصرف يعني سكاريكو. سكاريكو دي لو انت مثلا شغال سباك وبتشتغل في مواسير الصرف بيقولوا عليها مواسير الاسكاريكو. او انت شغال مع حد وبيقول لك مثلا نزل الحاجه اللي في العربيه دي، اعمل للعربيه سكاريكو، يعني نزل الحاجه منها. طيب تحميل يعني ايه؟ تحميل يعني كاريكو. يعني مثلا انت مثلا شغال عند حد ومعاه عربيه ولازم تشيل مثلا كراتين او اي حاجه
وتحطها في العربيه دي. فبيقول لك ايه، يقول لك اعمل كاريكو للبضاعه مثلا. فكاريكو يعني تحميل، يعني بتاخد الحاجه تشيلها تحطها في العربيه او حاجه زي كده. وبرده بتتقال على ايه الكاريكو دي، بتتقال على إيه مثلا في الميه، مواسير الميه. بيقول لك مثلا ايه مواسير الكاريكو. تمام. فالكاريكو دي اللي هي ايه مواسير مثلا الكاريكو، او مثلا بنشتغل في مواسير الكاريكو يعني ايه، اللي هي الكاريكو اللي هو الميه اللي بتنزل لك من الحنفيه او من الخلاط اللي انت بتشرب منها او بتاخد الدش منها. طيب الراجل اللي بيجي يركب لك البلاط في الشقه، او العامل اللي هو متخصص في شغله في البلاط، المبلط يعني زي ما بنقول عليه في مصر. يعني ايه بالايطالي المبلط ده؟ اسمه بياستريليستا. وطبعا برضه هسيب لكم الاسم بتاعه فوق. وبكده نكون تقريبا خلصنا اغلب الكلمات اللي انت ممكن تحتاجها في مجال المعمار. فاتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو ده عجبكم وانتوا استفدتوا منه كويس جدا. وان شاء الله لو الفيديو ده نجح هعمل سلسله من الفيديوهات تعليميه لكل مهنه مختلفه، هنعرف الكلمات المهمه اللي فيها او اللي انت ممكن تسمعها بشكل متكرر. فلو انتوا عايزيننا ان احنا نعمل السلسله دي، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنت، لان احنا نتكلم عن كل مهنه لوحدها ونتعلم الكلمات الخاصه بيها. واتمنى ان انت لو لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، تدينا الحلو بتاعك في زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. اقابلكم ان شاء الله في الفيديو المهم القادم، انتظرونا. سلام.